في سنة 1960 الكونغو كانت محتلة من بلجيكا، فبأمر من جمال عبد الناصر بيبعت قوات للكونغو بقيادة اللي كان عقيد وقتها سعد الدين الشاذلي. طب يا عم واحنا مالنا ومال الكونغو؟ هو اي حد عنده مشكلة هنروح نساعده؟ طب ركز معايا بقى عشان نعرف ليه جمال عبد الناصر عمل كده ونعرف الحكاية دي في السريع. الكونغو يا صديقي كانت تحت الاحتلال البلجيكي، تقدر تقول كده يعني ان هي كانت ملكيه خاصه لملك بلجيكا الملك ليوبولد الثاني، والكلام ده يا صديقي من سنه 1876 لما اسس رابطه وسماها رابطه الكونغو الدوليه لاكتشاف المنطقه. وكمان في سنه 1885 بيدافع عنها وبيحبط محاوله انجليزيه برتغاليه للسيطره على حوض الكونغو عشان يخلي امريكا ومختلف القوى الاوروبيه تعترف بسيادته على الكونغو اللي كانت مساحتها اكبر من بلجيكا بحوالي 80 مره. وخليني اقول لك يا صديقي ان في سنة 1891 ملك بلجيكا ده عمل أبشع المجازر اللي ممكن تتخيلها هناك، لدرجة ان هو كان بيعتبر الناس في الكونغو عبيد ليه بالمعنى الحرفي، والعبد اللي ما يقدرش يجمع الحصة المطلوبة منه في جمع المطاط اللي كانوا بيشتغلوا فيه وقتها كان بيقطع ايديهم ورجليهم، وكمان كانت ممكن توصل لاغتصاب اهله. وفي نوفمبر يا صديقي سنة 1908 وبمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا قدر ان هو يضم الكونغو لبلجيكا وبقى اسمها ساعتها الكونغو البلجيكية. المهم يا صديقي يفضل الوضع كده وملك يروح وملك يجي لحد سنة 1958 عشان تظهر أول حركة سياسية وطنية تحت اسم حزب الحركة الوطنية الكونغولية، واللي كان مؤسسها صديقي واحد اسمه باتريس لومومبا. والهدف من الحزب ده هو استقلال الكونغو والوحدة الوطنية. ويحاول لومومبا يا صديقي الاتصال بعدة جهات إقليمية ودولية عشان يأيدوه في حق بلاده في الاستقلال عن الاستعمار. والراجل ده كان مشهور بخطاباته النارية ومقالاته الحماسية في الصحف المحلية والخارجية ضد الاستعمار، واللي بيحاول يشرح فيها الجرائم اللي بتحصل ضد شعبه من بلجيكا، ده غير المظاهرات اللي كان بينظمها ضدهم. وبيشارك لومومبا يا صديقي في مؤتمر أكرا في غانا الممهد لمنظمة الوحدة الإفريقية، وهناك بيقابل مين يا صديقي؟ الرئيس جمال عبد الناصر. وركز في الحته دي عشان هنحتاجها كمان شويه. المهم يا صديقي الحاجات اللي عملها لومومبا دي كلها خلت ليه شعبيه جامده جدا في بلده والناس بقت في ظهره، لحد ما بيعتقلوه يا صديقي لمده 6 شهور. هم صحيح اعتقلوه بس هو ساب بصمه في الناس خلاهم يفوقوا ويفكروا ويحاولوا طرد الاستعمار من بلدهم. بعد ما الدنيا بتبوظ كده يا صديقي بيتعمل مؤتمر اسمه مؤتمر المائده المستديره، واللي كان الهدف منه هو تحديد مستقبل الكونغو. وطبعا المؤتمر ده ما كانش هينفع ولا هينجح من غير الراجل اللي فوقهم اللي هو بقى الزعيم بتاعهم. فينتقل لومومبا يا صديقي من السجن في طياره خاصه لمكان المؤتمر في بروكسل، واتفقوا انهم يعملوا استفتاء شعبي عام لمعرفه رغبه الشعب الكونغولي في الاستقلال بس تحت إشراف دولي. وبيتم الاتفاق يا صديقي على استقلال الكونغو بعد 80 سنة من الاستعمار البلجيكي وإجراء أول انتخابات ديمقراطية في الكونغو. وفي مايو 1960 بيتعمل أول انتخابات في الكونغو وبيشارك فيها أكتر من 100 حزب، بس طبعا بيحقق حزب لومومبا اكتساح بأكتر من 90% من الأصوات. خليني أقول لك يا صديقي إن برغم إعلان الاستقلال ده إلا إن بلجيكا كان لسه ليها نفوذ هناك، فحاولت إن هي تخفي وتزور النتائج الانتخابات دي، بس طبعا الضغط الشعبي والحفاظ على وجههم قدام الرأي العام الأوروبي ما قدروش يعملوا حاجة. وبيشكل لومومبا يا صديقي أول حكومة في 21 يوليو 1960، وبكده يكون لومومبا أول رئيس وزراء منتخب في الكونغو. وبيقول السفير المصري مراد غالب سفير مصر في الكونغو وقتها إن برغم الاستقلال ده إلا إنهم كانوا ناس مبتدئين جدا في السياسة وما كانش عندهم وعي كافي لإدارة دولة كبيرة زي الكونغو، وإنهم حرروا نفسهم من العبودية وليس الاستعمار. يعني جماعة مبتدئين جدا جدا في السياسة، مع احترامي الشديد لهم الحقيقة كانوا هم يعني السند الكبير قوي للاستقلال بتاع الكونغو. في 30 يونيو 1960 كان في حفلة معمولة عشان إعلان الاستقلال، والحفلة دي حضر فيها ملك بلجيكا ورئيس وزرائه وعدد من رؤساء الدول الأفريقية وبعض الشخصيات الأوروبية. فيجي رئيس وزراء بلجيكا يقوم عشان يقول كلمته، فلومومبا يقول له اقعد يا عم رايح فين، بحجة إن اسمه مش مكتوب في قائمة الناس اللي هتقول كلمة في الحفل ده. فيقوم ملك بلجيكا يقول كلمة مكانه ويقول إن قد إيه بلجيكا ضحت عشان خاطر الشعب الكونغولي وعشان تعلمهم وترفع مستوى اقتصادهم، وكمان حذرهم من اتخاذ اي قرارات متسرعه وغير مدروسه تقضي على المدنيه اللي بلجيكا اديتها لهم. هو بيحاول يقول لهم ما تفكروش ان انتم انتصرتوا، كل اللي انتوا فيه ده احنا السبب فيه. فالناس بتغضب جدا يا صديقي من الكلام ده، ويقوم لومومبا ويقاطع حديثه ويقول خطاب يسكت ملك بلجيكا ورئيس وزرائه واي حد من بلجيكا قاعد، الخطاب اللي اتعرف باسم الدموع والدم والنار. ويبدا يا صديقي يفكر الناس بالعبوديه والسخريه اللي فرضها عليهم الاستعمار البلجيكي، والتعذيب والاهانه اللي كان بيتعرض ليها شعبه، ونهبهم لثروات البلد،
وضربهم بالرصاص وحبسهم في السجون لمجرد ان هم يحافظوا على كرامتهم كبشر، يعني عكس كلام ملك بلجيكا خالص. وهنا يا صديقي الناس كلها بتسكت مذهوله من كلامه الا ملك بلجيكا ورئيس وزرائه اللي عزموا على اغتياله. فبعد 3 ايام بس من الاستقلال بيدخل جيش بلجيكي للكونغو وفي نيته اغتيال لومومبا، بس بيفشلوا. بعد الاستقلال ده صديقي ما بيلحقش يفرح لومومبا وانصاره بالاستقلال ده، وبيواجه ازمات كبيره من اهمها تمرد عسكري ضده في الجيش وانفصال اقليم كاتينجا واعلان استقلاله اللي كان بقياده واحد اسمه تشومبي. وخليني اقول لك ان الاقليم ده من اهم الاقاليم في الكونغو عشان مليان ثروات، والكلام ده كله طبعا بدعم من بلجيكا. حاول يستنجد لومومبا بالاتحاد السوفيتي في مواجهه تشومبي، بس بيرفض الاتحاد السوفيتي، فبيضطر لومومبا انه يلجأ للامم المتحده، وبالفعل بتستجيب ليه الامم المتحده. وهنا يجي دور مين يا صديقي؟ الرئيس جمال عبد الناصر اللي قابل لومومبا في مؤتمر اكرا. وخلينا اقول لك ان جمال عبد الناصر كان دايما بيدعم الدول اللي بتحاول تعلن استقلالها عن الاستعمار، فيبعت الرئيس جمال عبد الناصر قوه من الجيش المصري مكونه من حوالي 500 واحد، واللي كان على راسهم سعد الدين الشاذلي بس تحت قياده الامم المتحده. وكمان يبعت بعثه عسكريه بقياده اللي كان عميد برضه وقتها احمد اسماعيل عشان يدربوا الجيش الكونغولي ويشوفوا مطالبهم ايه. وبعدها تبدا الخلافات والمشاكل تظهر بين لومومبا وسكرتير الامم المتحده. ليه بقى؟ لان لومومبا تصور ان قوات الامم المتحده هتبقى تحت سيطرته، حاربوا هنا يحاربوا، اضربوا هنا يضربوا، لكن في الحقيقه هم جايين عشان حفظ الامن بس، ومش هينفع يكونوا ضمن اي صراع موجود. الدنيا تبوظ اكتر يا صديقي. وخليني اقول لك انه على الرغم من ان منصب رئيس الجمهوريه شرفي وان السلطه الفعليه في ايد رئيس الوزراء اللي هو لومومبا، الا ان علاقته برئيس الجمهوريه بتبوظ، اللي بيقرر عزله من منصبه وتجريده من كل صلاحياته وإقالة حكومته. على الرغم من إن مجلس الشيوخ صوت بأغلبية ضد القرار ده وتم تشكيل حكومة مؤقتة موالية لبلجيكا. ساعتها يا صديقي أدرك لومومبا إن هو عرضة للاغتيال في أي وقت، فيطلب من الأمم المتحدة إن هو يبقى تحت حمايتهم، بس بيتجاهلوا الطلب ده في الأول. فيضطر لومومبا إنه يروح لمعقل أنصاره في شمال البلاد، بس هناك بتحصل مفاجأة. القائد بتاعهم العقيد موبوتو رئيس هيئة الأركان اللي كان دايما موالي للومومبا عمل انقلاب ضده بتحريض من السفير البلجيكي. فيطلب لومومبا تاني الحماية من الأمم المتحدة، بس المرة دي بيوافقوا وبيحطوه في فيلا تحت حراسة مشددة. موبوتو ده بقى لما عمل انقلاب بدأ يشتم في مصر وفي جمال عبد الناصر، وإنه ما ينفعش قوات مصر تبقى موجودة ضمن الأمم المتحدة. فيجي العقيد سعد الدين الشاذلي وبأمر شخص منه يودي جزء من القوة اللي معاه يوديهم المطار عشان يسيطروا عليه. وبالفعل يا صديقي قدر بعد فترة صغيرة قوي إنه يودي حوالي 200 جندي باجتهاد شخصي منه هو. بعد فترة زمنية كده كنت في مطار ليوبولفيل 200 عسكري، وطبعا بمبادرة مني يعني الحقيقة هو كان بيحاول يعرف موبوتو اللي كان عمال يغلط فينا ده ان احنا موجودين وان احنا نقدر نعمل اي حاجة في اي وقت. فيجي الجنرال بتاع الامم المتحدة ويقول لسعد الدين الشاذلي انه يسحب القوات دي فورا، وانه لازم يفصل بين ان هو مصري وان هو تابع للامم المتحدة دلوقتي. وبيقول سعد الدين الشاذلي في احد لقاءاته انه عمل كده عشان يعملوا حساب لمصر، مش كل من هب ودب هيغلط فينا، يعملوا لنا حساب بس. يعني يبقى فيه ليه قوة تأثير، يعني يتعمل حساب للموقف المصري. خدت بالك؟ ما تبقاش يعني لقمة سائغة يعني. ويطلب لومومبا من السفير المصري انه عايز يأمن ولاده في مصر تحت حماية جمال عبد الناصر. فيبعت السفير المصري للرئيس جمال عبد الناصر ويوافق جمال عبد الناصر على انهم يهربوا ولاده لمصر. وهنا بقى يجي دور الدماغ المصرية لما بتشتغل، ويحط يا صديقي سعد الدين الشاذلي خطة عشان يهربهم. في الوقت ده كان موجود واحد اسمه عبد العزيز اسحاق، والراجل ده كان مستشار للسفارة المصرية وكان صديق شخصي للومومبا. وبيقول السفير المصري مراد غالب انه كان احسن واحد للمهمة دي لان ملامحه كانت اوروبية، فيزوروا له جواز السفر على اساس انه واحد اوروبي متجوز واحدة افريقية ودول ولاده ومسافر بيهم عادي. وبعد اكتر من ترانزيت يا صديقي من الجزائر لبرشلونة ومن برشلونة لسويسرا ومن سويسرا يروحوا على مصر، ويبقى في استقبالهم وفد من رئاسة الجمهورية. وبيقول باتريس الابن الاكبر للومومبا ان جمال عبد الناصر كان بيعاملهم زي ولاده وان هو كان مصر على ان هم يتعلموا اللغة العربية. المهم يا صديقي يعرف موبوتو موضوع التهريب ده بعد كده، فيقعد يغلط في مصر وفي القوات المصرية اللي موجودة مع هيئة الأمم المتحدة في الكونغو. وحاول أكتر من مرة إنه يغتال السفير المصري اللي كان موجود هناك، بس سعد الدين الشاذلي والقوة اللي معاه قدروا ينقذوا السفير أكتر من مرة هو وعيلته. وبيحكي السفير المصري مراد غالب عن الواقعة دي وبيقول: لقيتهم طالعين لي في المكتب وبعدين اترسوا كده، قلت لهم انتوا عايزين ايه؟ عايزين تقتلوني؟ اتفضل يلا اضرب انت هو. بعد شويه لقيت الكوماندوز بتوعنا جايين والتفوا حوالين الجنود المكتبي، فلما جم
ودوكم شافوهم، يعني ما عملوش حاجه طبعا. المهم يا صديقي نرجع للومومبا والمعتقل اللي كان فيه واللي كان بيحاول ان هو يخرج منه برغم تحذير السفير المصري ليه انه يخرج، بس ما بيسمعش لومومبا كلام حد ولا كلام السفير المصري وبيهرب من المعتقل وبيتم القبض عليه وسجنه، عشان في يناير 1961 يتقتل لومومبا هو والناس اللي كانوا معاه من انصاره، وكمان بيقطعوا جثثهم وبيتم التخلص من الجثث بعد ما دوبوها في حمض الكبريتيك، ويبقى موبوتو بمعاونة بلجيكا هو الكل في الكل. وبعد موت لومومبا يا صديقي ومحاولة اغتيال السفير المصري اكتر من مرة، بيقرر الرئيس جمال عبد الناصر انه يسحب القوات المصرية من الكونغو. بس يا صديقي دي كانت رحلة الجيش المصري في الكونغو. لو اول مرة تسمع الحكاية دي سيب لي رأيك، ولو اول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب وبص بصة على الفيديوهات القديمة. سلام.